السلام عليكم ومرحبا بكم في طبخ سوسو. اليوم جيت نبارطاجي معكم هاد التحلية المميزة بذوق خرافي، لذيذة لذيذة جدا. نتمنى أنكم تجربوها. نروح مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كما راكم تشوفوا عندي 100 غرام تاع بسكويت بذوق الشوكولاتة، رحيته في الروبو كما راكم تشوفوا، وزدت عليه ملعقة كبيرة نتاع زبدة تكون دايبة، وعاود وليت ميكسيته هنا باش تتخلط هذيك الزبدة مع هذاك البسكويت ونتحصل على هاد النتيجة اللي راكم تشوفوا فيها. اذا هنا انا نجيب هاد الكؤوس هادو وغادي نبدا نعمر فيهم بسكويت كطبقة اولى. ندير في كل كاس 2 ملاعق ونحاول نسوي لهم الوجه بهذه الطريقة، ملعقة ولا كاش عفسة. نروحو نحضروا الطبقة الثانية اللي هي عبارة عن كأس نتاع كريمة خاصة بالحلويات سائلة، نزيد عليها ملعقة سكر، نزيد عليها ملعقة نتاع شوكولاتة الطلي. نجيب هنايا باتور ونبدا نطلع في الكريمة نتاعي حتى نتحصل على هذه النتيجة. نروح نجيب بوشادوي ونفرغ هذيك الكريمة نتاعي في داك الجيب الحلواني ونولي نديرها في هاد الكؤوس كما راكم تشوفوا كطبقة ثانية. اذا هنا انا غادي ندخلها للثلاجة ونخليها حتى تبرد شوية ونعاود نخرجها نكملوا لها التزيين. اذا هنا نروحوا للطبقة الثانية. كما راكم تشوفوا عندي كأس اخر نتاع كريمة طازجة خاصة بالحلويات. انا درتها فوق النار تحمى، غلات شوية ومن بعدها زدت لها 100 غرام نتاع شوكولاتة بالحليب ودوبتها في هذيك الكريمة كما راكم تشوفوا، ودرتها في بوشادوي مام هي وزدتها من الفوق. انا هنايا الكريمه نتاعي كانت عاده سخونه، نتوما ماذا بيكم تخليوها تبرد مليح. انا ما كانش عندي الوقت وكانت عاده سخونه وزدتها. اذا غادي ندخلها للثلاجه ونخليها تبرد ومن بعد نخرجها. اذا هنايا بعد ما خرجتها كما راكم تشوفوا هنايا جبت شويه بيستاش قطعته غير بالموس وزدته من الفوق كتزيين، ومن بعد هنايا درت طلعت كاس نتاع شانتي مع شويه حليب ودرته في جيب حلواني ودرت هاد الوريضات هادو من الفوق كما راكم تشوفوا كتزيين بسيط خفيف كما راكم تشوفوا، وزدت من الفوق هذاك البسكوي اللي كان باقي لي. تحليه خفيفه ظريفه وبزاف بزاف بنينه وتحليه تستحق التجربه. هنايا ندخلوها للثلاجة وخليوها تبرد. انا ما كانش عندي الوقت باش نعاود نخليها تبرد، صورت ليه. اذا كانت هذه هي تحليتنا تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا جات بزاف بزاف بنينه وراقيه وما فيهاش مكونات بزاف. اذا نتمنى انكم تجربوها وما تنساوش تخليوا لي تعليق، واللي ماشي مشتركه في القناه تشترك في القناه ليصلكم كل جديد. وإذا وصلنا إلى نهاية الفيديو ونلتقي في وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.